اليوم جيت نهضر على هاد بولحيه ديال ياسين العمري، اللي كل نهار نايضينا بضجار وكل نهار نايضينا بموضوع وكل نهار كيناقش لينا هادي من. في هذه الحلقه غندير واحد الرد على الفيديو ديال ياسين العمري اللي كيمرر فيه واحد المجموعه ديال المغالطات، واحد المجموعه ديال المسلمات اللي هي مبنيه على اساس مغلوط واللي كيروجوها بزاف ديال الناس في وسائل التواصل الاجتماعي. استاذ ياسين، هاد الناس اللي كترافق معاهم خاصك تعيد النظر فيهم، لان اكثريه جبدناش حنا نقاط بسيطه، راه جبدنا لك النقطه العظمى اللي هي التوحيد، القضيه المهمه ديال الانبياء والرسل هي التوحيد. انت مفرط فيها استاذ بزاف، اسمح لينا نقولها لك بصريح العباره. فجاء القرآن لكي يصحح أيضا التصور فيما يتعلق بالإنسان عموما. راه ماشي غير قبيله درت هذه الحركه هذه، راه السي في ديالي عامر راه كنعرفوا الانواع ديال الشراب، ولكن راه عمرنا ما شربناهم يعني لا شوف، هو لا زلنا اهل معصيه، لا زلنا نعصى الله عز وجل ونخطئ. رجل أتى من الظل ليشعل نورا في قلوب الملايين، يحبه الشباب ويخافه خصومه، يقولون عنه مؤثر فريد، وآخرون يصفونه بالمتطرف. فما حقيقة هذا الرجل الذي غير وجه الخطاب الديني في المغرب وخارجه؟ انا ما تنساش لي باقي هنا لاصقه ليا فني، هو مسكين باقي شاب عنده شي كدا و30 سنه، كاع سنانو طاحوا ما بين الخمر والمخدرات، وباقي نعقل عليه خارج من دارهم ولابس غير واحد الديباردور، واحد المارسيل، داك اللباس اللي كيتلبس لتحت، لابسو هنايا واحد السروال وضعيف، وجا وتكى عليا وقال لي يا ياسين ولدي، قال لي واش عجبك حالتنا؟ انت اللي جاي باغي تجلس حدانا وتجمع معنا، واش عجبك حالتنا؟ اللي حنا ما درنا والو في حياتنا ولدي، سير ولدي ما تبقاش تجلس معنا هنا، سير تقرا هاد الكلمه هادي، سير تقرا. لكن لماذا يصر على الحدة في خطابه؟ ولماذا يعشقه البعض ويهاجمه الآخرون؟ الأصل الذي كانت عليه الأمة هو أنها كانت تسير بالقرآن الكريم نحو الله عز وجل من خلال التدبر. كما نذكر دائما، إذا كان التفسير هو السياج الذي يحمي الفهم من الزيغ، كمثال السياج الذي يوضع على جنبات الطريق إذا كانت الطريق وعرة، فالتفسير هو ذلك السياج الذي يحميك من الزيغ، فلا ترد بك دابتك المهالك. لكن سيرك إلى الله عز وجل هذا يقطع بالقلوب، على خلاف المسافات التي تقطع بالأرجل وتقطع. هل هو فعلا مدافع عن الدين، أم أن وراء الأضواء أسرارا لم تكشف بعد؟ تابعوا هذا الفيديو حتى النهاية لنكتشف معنى القصة الكاملة لهذا الرجل الذي أشعل الجدل وألهم الملايين. إذا رأيتم أن المحتوى هادف وينتفع به الناس، فالمرجو تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ولد الشيخ ياسين العمري في بيت يعشق العلم الشرعي، تلقى تعليمه الأساسي في مدارس عادية، لكنه سرعان ما برز شغفه بالعلوم الشرعية، فاختار طريق الدراسة في مجال الفقه وأصول الدين لينهل من كبار العلماء في المغرب. حصل على درجة عالية في الدراسات الإسلامية، حيث تميز بفهم عميق للنصوص الشرعية، مما جعله مرجعا للعديد من الشباب الباحثين عن الفهم الصحيح للدين. سيادنا راه ما كندويش على الحال، نبغي هذه الفكره هذه نبغيها تصبن بالصابون تلصق في الراس. بدأ الشيخ ياسين العمري مسيرته بالدعوة في المساجد، لكنه لم يكتفي بذلك، حيث استثمر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر خطبه ورسائله. أسلوبه البسيط والمباشر الذي يمزج بين الحدة والطرفة جعله قريبا من قلوب الشباب. في وقت قصير تحول إلى أحد أبرز المؤثرين في العالم الإسلامي، خاصة بين الفئات التي تبحث عن إجابات عصرية للمشكلات الروحية والاجتماعية. واحد المره غادي انا واحد استاذ صديق غاديين في الطريق، السياره وقفات في وسط، عرضات في وسط الطريق، عرضات فرانات بحال هكا وسط الطريق، نزلات منها واحد المراه متبرجه، لا حجاب لا والو، الشعر مطلوق بيضراء، لابسه واحد كيطمه ديال الرياضه، وتنزلات وجايه عندنا عاد باش كانها وعاد باللي راه
بحال ما نقول لك راه هاد اللبسه لا تليق وما غديرش ناشر يا الاستاذ ياسين. المهم ديك اللازمه اللي كتعرفوها استاذ ياسين اللي كنلبس عليك كنتفرج مع سيدي يعني الى اخره. المهم محل الشاهد بارك الله قالت لي واحد اش ممكن ناخذ معك صوره؟ قلت لها ناكل العشاء في الدار فاللهم سيريتي الله يكثر خيرك جعل لي الله الصوره جعل لها دعاء في القلب بسلامه بسلامه. تتسم خطابات الشيخ العمري بالحدة أحيانا، خاصة عند تناوله قضايا الأخلاق أو الانحرافات المجتمعية. دارت لي في دماغي من بعد سؤال هجم عليا، قال لي هذيك السيده دابا بديك الحاله اللي جات عند ان شاء الله يعافيها ويعافي جميع بنات المسلمين، هذيك السيده لو قد قدر لي انها دازت قدامي ما سلمات ما حتى شي حاجه، هل كان لي دور بخلدي ان هذيك السيده كتصنت المقاطع ديال واحد الحي يذكر الناس بالله عز وجل؟ نهائيا. ما نكذبوش على بعضياتنا نهائيا. غنقول هذه بينها وبين الدين كما بين السماء والارض. المهم ديك الهضره اللي انتم عارفينها. فاكتشفت تخير قبل المرض راه كتخلع لانك كتكتشف شي حوايج في راسك. فاكتشفت في نفسي ان رغم كل ما ندعيه في خطاباتنا ان كلامنا للعالمين ولجميع الناس وللبر والفاجر والمسلم والكافر، لا شريف لا، في حقيقه الامر خطابنا لمن يشبهنا. يقول البعض إن هذه الحدة تعكس غيرته الشديد على القيم الإسلامية ورغبته في الحفاظ على هوية الأمة، لكنه يؤكد أن الحدة ليست هدفا في حد ذاتها، بل وسيلة لتنبيه القلوب التي ربما غفلت عن الحق. يصف البعض الشيخ ياسين العمري بالتطرف بسبب خطابه النقدي اللاذع تجاه بعض الظواهر الثقافية أو الاجتماعية، والتي يعتبرها متعارضة مع الإسلام، غير أن مقربين منه يرون أن هذا النعت لا يعكس الحقيقة، وأن الشيخ يميل إلى الوسطية، لكنه لا يخشى قول الحق حتى لو أثار الجدل. في النهاية يبقى الحكم على تطرفه محل نقاش واسع بين مؤيديه ومنتقديه. واحد صيفط لك اوديو في الواتساب ملي كتجلس تسمعو كتحاول تلقى ليه الوقت كتسمعو باش توجهو، تيقول لك وري شدوا روحكم تسمع شي حوايج غريبين وعجيب. شي واحد يقول لك راه لقينا في الدار لقينا عندنا كاين نمل بزاف والله يجزيك بخير غنسولو كاش نديرو ليه باش ما يبقاش عندنا. هذا صافي نحل انا دروكري وديك الساعه جي عندي نحل دروكري والله مرحبا ديك الساعه نوريك مشى النمل القرض نوريك اش دير لي. سالينا الدرس ديال النداءات الرحمن الى اهل الايمان اللي كنا تنديروه يوم الجمعه. هذاك الدرس ساليناه ملي خرجت. المهم سلمت على شي خوت داكشي وغادي جاي في حالتي للدار واحد السيد وقفني قال لي جزاك بخير راه شي خوت باغيين يسولوك وانا يعني تنخاف من هذاك صحاب الدقيقه 90 عشان نسولوك دوك صحاب الاخ الكريم ما رايك في كذا فهمتي دوك صحاب الامتحانات كيجي كيدوز لك الشفاوي كيدوز لك الاورال باش يشوفك واش يعطيك الصك ديال الجنه ولا يصيفطك العلاسه. فكنقول يا ربي السلامه داكشي خير ان شاء الله مرحبا. يا الله يجزيك بخير تنقلبوا على شي كرا واش عندك شي فكره على شي دار هنا كتكرا دابا غير نجومه ما بين النمل ومول الكرا الا جمعتهم لكم بجوج في نهار واحد شوفوا نتوما ردة الفعل ديالكم كيفاش غادي تكون. رغم حدته أحيانا يعرف الشيخ كيف يدخل الطرفة في حديثه ليخفف من حدة النقاش ويجعل أفكاره أقرب إلى الناس. يقول البعض إن هذه الطرف جزء من شخصيته، بينما يرى آخرون أنها استراتيجية ذكية لجذب جمهور واسع والتأثير بشكل أكبر. فما هي دوافعه؟ هل يريد نشر الدين حقا أم الشهرة والمادة هي الدافع؟ يشكك البعض في نوايا الشيخ، متسائلين إن كان الغرض الحقيقي من خطبه والدفاع عن الدين أم السعي للشهرة والمكاسب، لكن محبيه يصفونه بأنه رمز للإخلاص والتفاني في الدعوة. سواء اتفقت أو اختلفت مع الشيخ ياسين العمري،
لا يمكنك إنكار تأثيره الكبير على المجتمع. بأسلوبه المميز تمكن من الوصول إلى قلوب الكثيرين وطرح قضايا تهم الجميع. يبقى الشيخ ياسين العمري ظاهرة تستحق التأمل في عالم الدعوة الحديث. إلى هنا نكون قد انهينا رحلتنا مع شخصية أخرى. لا تنسوا متابعة هذه القناة والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.